بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وفي احسن حال. احنا النهارده معانا فيديو جديد، يا رب يعجبكم. هو فيديو اقتصادي بس حلو قوي قوي، والنتيجة بتاعته حلوة خالص. موفر جدا جدا جدا. بكيلو دقيق هنعمل احلى عزومة من احلى محل شاورما. عزومة حلوة قوي للبيت، لأهل بيتك، يعني مش هقولك تعزمي حد غريب ولا حاجة، ولكن ده بيتوفر كتير، يعني كتير جدا جدا عن بره. نص فرخة صدرين يعني مخليين كمان، يعني جنبين كده من الصدر مخليين، ومعانا كيلو دقيق. الكيس اللي قدامكم ده 2 كيلو، بس انا هاخد منك كيلو واحد بس. علشان يعني مش هكتر ولا حاجه، انا هعمل العيش على قد السندوتشات. قبل بقى ما ندخل في الفيديو، ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناه لو اول مره تشوفونا، وتضغطوا على زر الجرس علشان يوصلكم اي فيديو جديد بننزله. فزي ما قلت لكم ده كيلو دقيقه اهون. طبعا دي مش الكميه خالص اللي كانت في الكيس، لا نصها. زي ما قلت لكم الغلا اللي احنا فيه لازم نكون اقتصاديين ونشتغل، يعني مش عيب ان احنا نشتغل بالميزان او بالمعيار. فزي ما انتم شايفين كده حطيت ذرة ملح وحبة زيت، ما بنحطش بقى لا خميرة ولا بيكنج باودر ولا بيض ولا زبادي ولا اي حاجة. هو كده بس حبة زيت على الكيلو الدقيق، وعليهم ذرة ملح صغيرة، وهنعجن بالدقيق طبعا بالمية. المية طبعا يعني بسبع ما الدقيق بتاعك بياخد، لان في كل نوع دقيق وبياخد معيار من المية. المهم ان هي تبقى عجينة معاكي، عجينة ناعمة خالص وحلوة، يعني مش هتبقى سايبة، لا هتبقى شادة شوية، طرية عجينة عادية. فالمهم هنبدأ بقى. العجين ده ما بيخمرش لان هو مفيش فيه لا خميرة ولا فيه بيكنج باودر ولا حاجة. زي ما قلت لكم مية ودقيق وملح ومعلقتين زيت عشان تخلي العجينة تبقى ناعمة معاكي كده وملمسها حلو. هنبدأ بقى نقطعه كور صغيرة زي ما انتم شايفين. كيلو الدقيق ده بيعمل 15 رغيف من العيش اللي هو السوري. كيلو دي بيعمل 15، لان نقطعه كور صغيره، وهو ما بيجي بنفرده بيبقى رقيق جدا جدا جدا. بنفرده يعني اخر درجه من ان هو يكون رقيق، علشان هو ده العيش السوري بيبقى كده، ما يبقاش تخين ولا حاجه. فالمهم بعد ما قطعنا العجين كده هنغطيه وهنسيبه يرتاح شويه، علشان احنا هنفرده من غير خمر ومن غير حاجه، فلازم العجينه ترتاح عشان تبقى حلوه معانا في الفرد وما تلميش معانا ولا حاجه. وهنغطيه. طبعا شاورما يعني تومية. هنعمل التومية برضو البيتي بطريقة سهلة جدا جدا، ومكونات موجودة في البيت. زي ما انتم شايفين انا حطيت 3 معالق من ال النشا، وعليهم كوباية مية. 3 معالق نشا وعليهم كوباية من المية، هقلبهم واروح حطهم على النار لحد ما اهو ما تبقى زي مهلبية بس بالمية ومن غير سكر. بقى تمسك مع ما تمسك كده، وهسيبها لما تبرد. على ما تبرد هنروح متبلين الفراخ اللي معانا زي ما انتم شايفين اهم صدرين، مخليين من غير الجلد ومن غير اي حاجه. فهنبدا بقى نقطعهم قطع صغيره زي قطع الشاورما اللي هي الشرايح الصغيره. بس علشان اقطعهم بقى الشرايح الصغيره دي لازم اعملهم اقطعهم زي قطع البانيه، وبعدين اقطعهم عشان يدي معايا كميه كويسه، والقطع تبقى شبه بعضها، وما يبقاش في حته تخينه وحته رفيعه. لا، فهقطع الاول الصدر 3 قطع من اللي هي كأني بقطعه بانيه، وبعد كده هروح مقطعاه قطع صغيره. فهنحاول بقى ان القطع كلها تبقى رقيقه وصغيره كده وبرضو قد بعضها. عشان كده لازم تقطعيه بانيه الاول، وبعدين تروحي مقطعاه قطع صغيره اللي هي قطع الشاورما. بعد بقى ما نخلص تقطيع دولت الصدرين هم معانا، هنعمل بقى التتبيله. انا التتبيله دي لازم نعملها بزبادي، وانا بصراحه يعني ما عنديش زبادي، فما ينفعش ان احنا نقف ولا تتصرف. حطيت حوالي ربع كوبايه، ربع مج يعني من بتاع الشاي لبن، ورحت حاطه عليه معلقتين خل وقلبتهم، تحس ان هي اساسا بتدي طعم الزبادي وتقلت كمان معانا. وهنبدا بقى نحط التتبيله. حطيت معلقه مستردة، ومعلقه زعتر ناشف، ومعلقه فلفل اسود واستغفر الله العظيم يا رب، وبابريكا وبهارات مشكله وكمون، وبتظبط الملح بتاعك برضو. بعد ما حطيت كل المقادير بتاعتنا دي هنبدأ نخلطها مع بعض كويس قوي. زي ما قلت لي، عندك بقى توم باودر حطي، بصل باودر حطي، كل ده بتضاع تطعيمك. كل البهارات دي ترجع لك انت، يعني لو ما عندكيش اعملي باللي عندك. لو عندك السبع بهارات بس وحبة فلفل اسود اعمليهم. لو عندك ما عندكش مستردة حطي كركم، اي حاجة موجودة عندك. مشي نفسك في الغلا اللي احنا فيه ده، ما احناش عايزين نوقف نفسنا على حاجة.
زي ما قلت لكم دي نص فرخه وكيلو دقيق. قلت هعمل بهم ايه نص فرخه، قلت اعمل النهارده شاورما وبرده تجديد في الغدا وطعم حلو وكل يعني الحمد لله اكلنا وكاننا واكلين في مطعم. وانك انت تهتمي بالحاجه بس كده وتظبطيها بتطلع معاكي احلى حاجه. فالمهم بعد بقى ما نقلب هنزل بقى بالفراخ وهروح مقلباها كلها وهسيبها كده في التلاجة لحد ما نيجي نعملها. دلوقتي بقى هنعمل التومية. زي ما انتوا شايفين انا جبت الخلاط اهون وقطعت حبة فصوص توم. اول حاجة خالص هضربهم التوم مع حبة زيت مع حبة خل علشان التوم يتفرم معانا جدا ويبقى ناعم، لان لو حطيته مع النشا المهلبية اللي احنا عملناها دي ده ممكن ما تتفرمش ناعم. عشان كده هنفرمها الاول. شوفوا اهو ده الزيت مع الخل مع التوم. بعد ما ينعم خالص هنروح نازلين عليه بقى بالنشا اللي احنا عملناه اللي هو الجامد ده، وهروح برضو نازله عليهم بحبه لبن وهبدا افرم. كل لو حسيت ان العجين اللي هو جامد شويه حط لبن، وبعد كده لو هتحطها بقى زيت. شوفوا القوام بتاعها عامل ازاي، هتربطيها بزيت يعني تمسكيها بزيت، بس زودي لبن عشان ما تاخدش منك زيت كتير. زي ما قلنا احنا بنحاول نقتصد على قد ما نقدر، اي حاجه نقدر نعمل لها بديل بنعملها وما نكلفش نفسنا. فزي ما انتم شايفين احنا دلوقتي هنفرد العجينه اهو. انا رشيتها هنعملها على الرخامه علشان العجين عاوز يعني عاوز يتفرد كويس، فهعمله على الرخامه عشان هي جامده عن الصينيه. فغسلت الرخامه طبعا كويس جدا ونشفتها وهبدا افرد عليها. فرشيت تحت دقيق وهبدا افرد بقى بالنشابه لحد العجينه ما تتفرد معايا كويس قوي. هعمل بقى الكمية اللي معايا كلها بنفس الطريقة، هفرد تحت دقيق ومن فوق وهفرد بالنشابة، والعجينة اصلا مساعداني ما شاء الله العجينة جميلة جدا. فهبدأ اعمل كل الكمية بالشكل ده. هفرد وبعدين هنروح بقى ايه نعمله على النار. هغطي. المهم ان انا هعمل كام واحدة كده قبل ما اشغل البوتاجاز وبعدين هغطيهم. اهم حاجة ان هو يتغطى. دلوقتي انا حطيت صينية هي انا عندي على البوتاجاز دي اللي هسوي فيها العيش. وهبدا شغلت عليها كده، هي صينيه الومنيوم. الالومنيوم بتبقى حلوه قوي في الحاجات دي. فهبدا بقى احطه وهقلبه. يعني اهم حاجه ان انا بخلي بالي منه عشان ما يتحرقش. وزي ما انتم شايفين كده اتحمر اهو، طلع وردات حمراء. فهبدا اقلبه كل ما يعني ايدي تكون فيه اقلبه على الجنبين علشان ما يتحرقش مني وحاجه تبوظ. فهبدا بقى كده بواحد بواحد بقى ورا بعضه واحطه وهغطيه. زي ما انتم شايفين الصينيه هناك على البوتاجاز حطيت عليها الفوطه. كل ما حاجه تستوي هغطيها وهغطيها حتى تلاقوه بدأ يقب معانا كده وينتفخ. ما شاء الله العجينه جميله والعيش زي الفل. دلوقتي جبنا صينيه بقى هي وهنحط فيها الشاورما. اهم حاجه ان احنا نسخنها جامد كويس جدا علشان الفراخ تاخد صدمه، وحتى لو نزلت ميه منها هي هترجع تشرب الميه بتاعتها تاني. فهنبدا بقى نقلبها خالص، نقلبها كويس قوي لحد ما تاخد صدمه من جميع الجنوب وهتبدا تغلي. بعد كده احنا مجهزين بقى معانا البصل. فهبدأ بقى بعد ما تاخد الصدمة اروح نازلة بقى بكمية البصل اللي عندي. انا حاملة كمية بصل كويسة عشان تشيل في الحشو. يعني انا عايزة احشي العيش يعني تبقى حشوة محترمة وكده. وبرضه رحت مقطعة كمان فلفلتين فلفل حلو يعني 2 وفلفلاية حراقة عشان تديها كده لسعة شطشطة بتبقى طعمها حلو قوي اهو. وكل ده بقى هروح مقلباه مع بعضه ياخد غلوة كده يعني ايه البصل يبقى فيه قرشة ما يبقاش مستوي قوي. هي كده كده الفراخ استوت فالبصل هتديله قرشة يدبل. وبعد كده هروح طافية عليه. إيه انا كده خلاص اهو. شوف التومية عاملة ازاي بعد ما طلعتها من التلاجة مسكت ما شاء الله طعمها جميل جدا جدا كأننا بناكل في قشطة. هنبدأ بقى نحشي. شوفوا العيش معانا طلع عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله العيش طلع زي الفل جميل جدا جدا ما شاء الله. ال15 رغيف ما شاء الله كلهم زي الفل اهو زي ما انتم شايفين. وطري كمان، شوف طري خالص ازاي. اهم حاجة ان احنا نغطيه عشان يفضل طري. دلوقتي بقى هحشي. هروح جايبه الرغيف وهروح حاطه فيه توميه كميه كويسه كده. تفرديها. عندك بقى مايونيز، عندك مستردة، عندك كاتشب. انا هحط كاتشب بس كفايه. وهحط يعني هحط كاتشب فوق والمستردة والتوميه حطها تحت. بعد كده هجيب من الحشو كده الكميه المناسبه بتاعه الرغيف. وطبعا في كميه يعني هي اساسا كميه الفراخ عندي مع البصل كويسه، فانا هحشي الرغيف حلو كده يعني هملاه كده وبقى رغيف محترم. بعد كده اروح رشه حط على الوش كده حبه كاتشب. وبعد كده هروح لفه الرغيف وحطها.
هعمل برضو كل الكمية بالشكل ده. هروح حاطة تومية، افرد تومية في الارضية، واروح حاطة الحشوة وعليها شوية كاتشب، وهروح مقفلة الرغيف. عايزة تتنيه من الجنوب كده علشان ما يخرجش الحشوة براحتك، بس انا الحشوة بتاعتي ما هيش واصلة للاخر، يعني انا عاملة حسابي ان هو ما يقعش لان لسه هحطه على النار. دلوقتي بقى احنا على النار اهو. انا حطيت الصينية تاني، وقلت ان انا بقى هديله ايه صدمة كده على ان الرغيف ياخد شكل حلو ويبقى مقرمش كده وطعمه حلو. هحطه برضو على الجنب كده، وهروح مقلباه على الجنبين. شوفوا شكله عامل ازاي. ما شاء الله. ده الفيديو بتاعنا النهاردة. اشوفكم في فيديو جديد.